أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي خير الزاد للمسافر إلى الدار الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقد أعد الله الجنة لمن اتصف بالتقوى، فقال تعالى: ولنعم دار المتقين. عباد الله، رمضان هو شهر القرآن، فقد أنزل الله فيه القرآن من بيت العزة إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الأحداث. وقراءة القرآن من رؤوس العبادات في شهر رمضان، فهو شهر مستحب فيه الإكثار من قراءة القرآن. وقد كان من هدي السلف رضوان الله عليهم الحرص على ختم القرآن مرارا في رمضان. وقد كان منهم من يختمه في كل 3 ليال، ومنهم من يختمه في 4، ومنهم من يختمه في أكثر من ذلك. وقراءة القرآن من أفضل الطاعات وأعظم القربات، سواء كانت القراءة في صلاة الليل أو خارج الصلاة. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة
ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد الا في اثنتين: رجل علمه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار، ورجل اتاه الله مالا فهو يهلكه بالحق. وعن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد 3 خليفات عظام سمان؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: ف3 آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من 3 خليفات عظام سمان. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيحب أحدكم أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين أي سمينتين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله أحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، و3 خير له من 3، و4 خير له من 4، ومن أعدادهن من الإبل. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وبعد يا عباد الله، فهذه جملة من أهم الأحاديث الواردة في باب الحث على قراءة القرآن في رمضان وغيره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن المؤمن إذا جمع بين كثرة قراءة القرآن والصيام كان حريا بأن يكون ممن تدركه شفاعة هذين العملين يوم القيامة في رفع درجاته وتكفير سيئاته. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. عباد الله، الله في العمل، فقد مضى نصف الشهر تقريبا. ألا وإن من نعم الله على المؤمن أن ينشط للجمع في شهر رمضان بين جهادين: جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام وقراءة القرآن.
فمن جمع بين هذين الجهادين وصبر عليهما فهو حري بالدخول في قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا وصلوا رحمكم الله على من أوتوا الصلاة والسلام عليه بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في فلسطين وفي بلاد الشام وفي اليمن وفي السودان وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا سميع الدعاء. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وقراءتنا وصالح أعمالنا. اللهم ارفع بها درجاتنا وحفظ بها من سيئاتنا. اللهم لا تردنا خائبين. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، اللهم سبحانك لا ما عبدناك حق عبادتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم واحفظ ولي أمرنا، هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم واشكروه على جميع نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.